اهلا بيكم في الفيديو الثامن من سلسله شرح سيستم مالي. الحلقه اللي فاتت احنا امنا المخزن، ظبطنا الاوردرات والشحن، وقفلنا الخزنه والديون. النهارده بقى هندخل على الترس اللي بيحرك المكنه دي كلها، واكبر بند مصاريف بيعمل صداع لاي بيزنس، واكتر حته بيحصل فيها لخبطه وتسريب للفلوس، مرتبات وعمولات فريق العمل. عشان كده مدير الموظفين والاتش ار في مالي مش مجرد دفتر لتسجيل الحضور والغياب، ده سيستم اتش ار متكامل مبني جوه السيستم بتاعك ومقفول بالضبه والمفتاح. أول ما تفتح موديول الموظفين هتلاقي الصورة كاملة قدامك في 3 شاشات و5 كروت بتلخص لك موقفك المالي مع التيم بتاعك. إجمالي الموظفين، الأرصدة المرحلة من شهور فاتت، المتبقي دفعه الشهر ده والمستحق دفعه اليوم، وكمان إجمالي اللي اتصرف فعليا. ندخل على الشاشة الأولى وهي فريق العمل. هتلاقي جدول فيه كل موظف، دوره، أسلوب راتبه، والسيستم هنا ذكي جدا بيحسب لك المستحق من قبضه الثابت لحد دلوقتي اوتوماتيك بمبدأ مانث تو ديت، يعني الموظف ده ليه كام في ذمتك لحد اللحظة دي. ومن نفس الجدول عندك إجراءات سريعة بضغطة زرار، تديله سلفة، تسجل عليه خصم، أو تنزل له مكافأة مع القبض اللي جاي. طيب لو عايز أضيف موظف جديد أعمل إيه؟ بتدوس على زرار الإضافة، بتكتب الاسم وتاريخ الالتحاق وتاريخ آخر قبض، وهنا في حماية قوية جدا. التواريخ دي بمجرد ما بتتحفظ السيستم بيقفلها ومستحيل تتعدل تاني عشان يمنع اي تلاعب في حسابات وكمان مدة التوظيف. وبعدها بتختار دور الموظف، وهنا عندنا تركاية رقابية في منتهى الذكاء. لو الموظف ده مودريتور السيستم بيجبرك تختار مين المدير بتاعها علشان نضمن تسلسل التقارير والعمولات. طب لو انت بيزنس لسه بيبدأ وما عندكش مديرين، بسيطة، بتعمل يوزر لمدير وهمي وتخلي راتبه الثابت صفر، وبكده الدورة المحاسبية بتفضل سليمة 100%. وطبعا بعدها بتحدد اسلوب الراتب، والسيستم مرن جدا وبيدعم 5 طرق مختلفة للرواتب والعمولات بتتغير حسب دور كل موظف، وبعد كده تدوس حفظ. نيجي بقى للحظة الحسم، شاشة الرواتب. هنا انت بتختار الموظف وبتقول للسيستم هو هيقبض لحد يوم كام. السيستم فورا بيطلع لك البي سليب او قسيمة الراتب بتاعته، بتبقى شيك جدا ومحسوبة بالمليم، تقدر تبعتها للموظف. هتلاقي فيها المرتب الأساسي، المكافآت، ومخصوم منها السلف والخصومات اوتوماتيك من غير ما توجع دماغك وتنسى ان الموظف ده كان واخد سلفة من اسبوعين مثلا. ولو الموظف ده كان ليه قبض مرحل او جزء باقي من الشهر اللي فات، السيستم بيلقطه وبينزله له في القبض الجديد. وهنا بقى لازم اقول لك على التركايه الذهبيه اللي بتحمي فلوسك بجد. في اي شركه المودريتور ممكن تدخل اوردرات وهميه علشان تزود عمولتها. طب ازاي نمنع ده؟ قبل ما تقبض الموظفين بتروح للاعدادات وتفتح الارشفه الذكيه وتخلي عدد الايام صفر. الخطوه دي بتخلي السيستم يقفل الاوردرات لحد اخر اوردر اتسلم فعليا. ولما ترجع تقبض المودريتور السيستم على السيرفر بيحسب العمولات بناء على الاوردرات المؤرشفه والمسلمه فقط، وبيمنع اي تلاعب يحصل من الشاشه. رجعت البي سليب، نصيحة مهمة جدا، حول الفلوس للموظف على انستا باي او اديها له كاش في ايده الاول، وبعدين دوس زرار دفع. اول ما بتدوس دفع الفلوس دي بتتخصم تلقائيا من الخزنة وبتسمع في موديول المصروفات كعملية غير قابلة للتعديل. وكل نفس بيحصل في الموديول ده بيتسجل في تابة سجل الحركات، عشان الموظف جالك بعد شهرين وقال لك انا ما قبضتش المكافأة دي، تفتح السجل وتثبت له باليوم والدقيقة كل قرش حصله. ولو لا قدر الله موظف قرر يسيب الشغل وعليه سلفة او ليه مستحقات، السيستم بياخد حسابه ده ويرميه كقيد مالي في موديول المديونيات علشان تفضل متابعه لحد ما يصفي. مع مديول الموظفين في مالي تيمك متقدر، عمولاتهم محسوبه بالعدل، ومفيش مليم بيتسرب من خزنتك. دلوقتي احنا دفعنا المرتبات، بس فاضل بند واحد بياكل من اي بيزنس اونلاين، الاعلانات. ازاي نعرف اعلاناتنا بتكسبنا ولا بتخسرنا ونجيب الرؤية الحقيقي؟ ده اللي هنعرفه الفيديو الجاي في موديول الاعلانات، استنونا.